اليوم رح نحضر سوا حلا بالسميد والحليب كتير سهل، ما بده فرن وما بده بيض. يلا خلونا نبلش سوا. أولا رح نضيف بطنجرة كوب سكر وكوب حليب، وعلى نار هادية نضل نحرك لحتى يغلو، وكتير مهم نتأكد إنه داب السكر. خلينا يغلو تقريبا كم دقيقة على النار ومنشيلهم على جنب. بمقلاية بدنا نحط معلقة زبدة وكوب سميد على نار هادي، كمان نضل نحرك لحتى يتحمص السميد ويكسب لون. بس نتأكد انه كسب لون وتحمص، منضيف خليط السكر والمي اللي عملناه من شوي، بالإضافة لكوب حليب. ما تفكروا انه السوائل كتيرة، بالعكس هلأ مع التحريك المستمر السميد رح يشرب كل هاي السوائل ويتحول هذا القوام السائل لعجينة. هذا هو القوام اللي نحن محتاجينه. بس نوصل له من نزل العجينة ببايركس أو بإناء التقطيم اللي انتو بدكم تقدموا فيه الحلا. بنخلي العجينة مستوية وبعدين نتركها على جنب ترتاح وتبرد. ومنبلش بالطبقة الثانية. كوبين حليب، 4-5 معالق سكر حسب الرغبة، و3-4 معالق نشا. منضل نحركون. هذا القوام دغري بلزق، فانتبهوا ضلوا مستمرين بالتحريك على نار منخفضة. بعد ما يسمك المزيج منشيله على النار ومنحط زبدة، معلقة زبدة وماء الزهر، فينا نستعيض عنه بظرف فانيليا. منحركه وبس تدوب الزبدة بيكون صار جاهز. نسكبه فوق السميد اللي عملناها الطبقة الأولى، وهيك بكون تقريبا خلصنا كل المراحل. بدنا نتركه يرتاح ويبرد شوي لمدة 2 بالبراد، وبس يبرد بيكون صار جاهز وصار مرحلة التزيين. التزيين هون على حسب الرغبة، كل حدا فيه يعمل بطريقة مختلفة. فيكن تزينوه بالفستق، فيكن بالشوكولا، فيكن بالفواكه. أنا اخترت أني زينه بالتوت البري وشوية شوكولا. هذا الحلا أخذ تقريبا معي نص ساعة. ما بدي لكم قديش طعمه طيبة، قديش سهل وسريع. إذا جربتوا بتمنى تكتبوا لي بالتعليقات رأيكم. لا تنسوا تعملوا لي سبسكرايب، لايك على الفيديو، وتشوفوا الفيديوهات السابقة. شكرا كتير، بتمنى لكم يوم سعيد. باي.